يا مساء الفل، ازيكم يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ آه حلقة النهاردة من الحلقات اللي أنا من أول سيزون 1 عمالة بأجل فيها، كل شوية أقول هسجلها وأرجع أقول طب ما يمكن فلان يفتكر إن أنا بتكلم عليه، طب ما يمكن علان يفتكر إن أنا بتكلم عليه، وبعد كده أطلع قدام شوية وأنسى أصلا فلان وعلان وأقول ايه خلاص أنا هسجلها، وبعد كده أقول ايه طب ما يمكن في ناس في حياتي هتفتكر إن أنا بتكلم عليهم، وبعد كده قلت ايه ما يولعوا، أنا مالي ما أنا كده مش مهتمة، وبعدين أنا باعمل محتوى الله، والصراحة يعني أنا باتكلم عليكم يا جماعة، يعني في إيه بقى؟ أنا عاملة البودكاست ده عشان أتكلم أصلًا عن الناس وعن الناس اللي مضايقاني. فحلقة النهارده اتسمت قفلة، مش عشان القفلة اللي هي إن أنت بتتقفل من حد، هي ممكن تكون عشان أنت بتتقفل من حد، ولكن برضه بالنسبة لي موضوع إن أنت تفقد الشغف تجاه حد، بالنسبة لي كأن كده القفلة بتاعة النور، لمّا النور بيعمل قفلة أنت بتبقى شايف الشخص ده منوّر ومزنهر وقمر وجميل، وهوب النور بيعمل قفلة وبتشوف ضلمة و والسواد ده ما بيعجبكش. فكلامنا النهارده عن فقدان الشغف تجاه الأشخاص. عايزة أسألك سؤال، يعني هو دايمًا الموضوع ده بيحصل لنا كلنا، فهل جرّبت تبقى بتحب حد جدًا، جدًا وبتحس إن أنت بتحبه بعمق مش طبيعي وبتدّي أكتر ما بتاخد ومش مهتم إنك تاخد أصلًا، وفجأة تلاقي نفسك مش عايز تكمّل، مش حاقد، مش زعلان، بس مش حاسس، إحساس فقدان الشغف مش دايمًا بييجي بسبب خيانة أو غدر أو موقف وِحِش أو كدب أو أي حاجة، هو أحيانًا بييجي من وجع صغير متكرر غير ملحوظ في معظم الوقت، وصمت طويل أو حتى من فراغ، خلاص ما بقاش في حاجة نعملها وهكذا، أو حاجات فعلًا أنت بتبقى شايف إن هي غير ملحوظة وتافهة، ولكن فجأة بتكتشف إن هي خدت مساحة من مخك ومن تفكيرك وأنت ما كنتش واخد بالك. عارف الإحساس؟ بيبقى إحساس وِحِش جدًا، يعني إحساس إن أنت بتبقى بتدافع عن شخص قدّام الدنيا كلّها، وفجأة الشخص ده أنت مش طايق تشوف خلقة وشه، مع إن هو ما عملكش حاجة، بس أنت مش عايز ترد عليه، مش فارق معاك زي الأول، مش لإنك نسيت اللي بينكم، بس لإن في حاجة جواك أنت مش عارف إيه هي اتكسرت، واللي اتكسر مش دايمًا بيرجع زي الأول، ومش دايمًا بيتصلّح. فالنهارده هنتكلم عن فقدان الشغف تجاه ناس كنا بنحبهم أوي أوي، وفجأة بقينا مش طايقينهم. ده ليه بيحصل وإمتى؟ وهل إحنا بنبقى فيه السبب ولا هما؟ وهل ده طبيعي؟ ونعمل إيه لما يحصل؟ كل ده هنتكلم فيه. طيب، أول حاجة إيه هو فقدان الشغف تجاه حد؟ خلينا نوضح إن هو مش كره ومش نسيان، لا كره ولا نسيان، هو حالة من السكون ناحية شخص كان بيحرك حاجة فيك والحاجة دي بطلت تتحرك. ففقدان الشغف للأسف مش بس في الأحلام أو في الشغل، هو كمان في العلاقات، فهو بيبدأ بصمت وبينتهي بانسحاب داخلي، انت مع نفسك كده قلت لا خلاص الموضوع بالنسبة لي مش محتاج ان انا اكمل تاني، فلا خلاص. ف غير كده كمان كان معمول دراسة من جامعة اسمها ساوثهامبتون سنة 2018 تقريبًا، 2018 بتقول إن العلاقات اللي غاب عنها التقدير والتواصل بتنتهي بنسبة 73% في أول 3 سنين، يعني 73% من العلاقات بتنتهي في أول 3 سنين بسبب إن ما فيش تواصل جيد، بسبب إن في تراكمات وإحنا مش واخدين بالنا منها، بسبب قلة التقدير، كل الكلام ده. حتى لو شخص بتحبه بقى لك سنين، فجأة تواصلك معاه قَل، أو أنت هو مش قَل، هو بقى تقيل على قلبك، بقى تقيل على قلبك إن أنت تتكلم معاه، وأنت مش عارف ليه ولا هو عارف ليه، والموضوع خلاص كده أنت
خلاص. فهل فقدان الشغف نهاية الحب؟ لا، مش شرط. أحيانا بيكون الحب لسه موجود وموجود بنفس العمق، بس العلاقة تعبت القلب وبقى الحب محتاج يتغذى، ولما يتساب يموت. فاهم؟ يعني بقيت دايما انت ملزم ان انت لازم تعمل حاجة عشان خاطر يبقى فيه حب، او انت ملزم دايما تقول اللي قدامك ان انت بتحبه او تثبت اللي قدامك ان انت بتحبه. فبتبقى دي اصلا بداية علاقات غلط. انا مش معظم الوقت، مش لازم معظم الوقت افضل اقولك ان انا بحبك، مش لازم كل شوية اقولك حاجة او اثبت لك حاجة، عشان المفروض احنا عارفين كعلاقات ناضجة صحية ما بيبقاش مفروض فيها كده. علامات بداية فقدان الشغف بتبقى عدم الحماس ان انت تتكلم، عدم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة ولا الكبيرة، غياب التفاعل، مفيش حتى اللي هو ايه، لما حد يجي يحكي لي حاجة، ها، طب والله خير والله. والله العظيم دنيا غريبة. ومن أوحش الأحاسيس اللي ممكن تحسها في الموضوع ده هو ان انت لما تيجي تتكلم مع الشخص تحس ان انت مضغوط، مش بترتاح. انت كل ما بتتكلم معاك تحس ان انت في ضغطه، مع ان الشخص قدامك ممكن يكون لا بيحط عليك حاجه ولا بيشتكي لك من الدنيا ولا بيعمل لك اي حاجه، بس انت دايما حاسس ان في ضغط. طيب ايه اسباب فقدان الشغف؟ التكرار، ممكن التكرار والملل، الروتين بيعمل كده. ممكن الإهمال، غياب السؤال وتجاهل التفاصيل ممكن يضايق. حاجة من الحاجات اللي بتخليني أنا عن نفسي أتنازل عن اللي قدامي بسهولة جدا هو تراكم الخيبات أو الديسابوينتمنتس. فكل مرة بتبقى مستني حاجة من اللي قدامك وما تلاقيهاش. دي حاجة أنا بشوف إن هي، طب أنا عن نفسي بحرص إن أنا أعملها. ممكن ساعات تبقى زلة مني ومعرفش أعملها، بس بعترف وقتها، يعني في وقتها بعترف إن أنا معرفتش أعمل كذا وما خدتش بالي. بس لما ألاقي اللي قدامي بيتكرر منه الموضوع كذا مرة، وفي كذا مرة بيبقى المبرر هو بقرر إن الشخص ده لا، أنا هشخبط عليه. وده بيوديني على نقطة تانية، ألا وهي عدم التقدير. أنا بشوف إن أنت مش مركز أو إن أنت مش شايفني، ده منفذ على موضوع عدم التقدير. حاجة من الحاجات برضو اللي الناس ما بتفهمهاش هي التغيرات الشخصية. أنا بتغير، حضرتك بتتغير، الأستاذ اللي قاعدة هناك دي بتتغير، الباشمهندس اللي ماشي هناك ده برضو بيتغير، كلنا بنتغير. حتى لو احنا وصلنا لسن النضج وخلصنا وكلنا الحمد لله سننا، بس كل واحد فينا بيتغير في دقايق، في لحظات. محدش فينا حتى ضامن هو يفضل على دينه لغاية آخر العمر. فانت عايز نضمن ازاي فكري كمان دقيقتين؟ لا طبعا. فطبيعي هيبقى فيه الموضوع ده كسبب من أسباب فقدان الشغف. حاجة من الحاجات اللي بتخلي فقدان الشغف يجي بسرعة التعلق المرضي. أنا كنت اتكلمت عن الموضوع ده في حلقة التعلق، وسعيدة جدا إن أنا بقى عندي حلقات قديمة أقول إن أنا اتكلمت فيها عن الموضوع ده. بس التعلق المرضي من أكتر الحاجات اللي تخلي أي علاقة أو أي حاجة في الدنيا تنهار في ثانية. إن أنت تبقى انت اللي تبقى كده او اللي قدامك يبقى كده، تبقى كل علاقتكم ببعض مبنية على الاحتياج مش الاختيار. والجملة دي بالنسبة لي تتشعب في حاجة. الجملة دي اصلا ممكن يتبني عليها حلقة لوحدها. اي حاجة في الدنيا مجرد من ان انت تحولها من اختيار لاحتياج هتبوظ منك وهتبقى شيء مؤسف. طيب حصل وفقدت الشغف تجاه شخص، هل أنا دايماً السبب؟ الإجابة البسيطة لأ. أوقات إحنا بنتغير وبنشوف الأمور بشكل أوضح، وأوقات التانيين بيتغيروا
واحنا بنتمسك بصورة قديمة ليهم. وأوقات كتير احنا مش السبب، احنا بس الضحية اللي قررت تتحرر. احنا مش دايما بنتغير، ولكن احنا بنرجع لطبيعتنا الحقيقية، لأنه في أول كل حاجة في الدنيا لازم نطلع نفسنا بيرفكت، وبعد كده نبدأ نزهق، بعد كده نبدأ نمل، بعد كده نبدأ نتعب، بعد كده نبدأ نطلع الحقيقة اللي احنا كنا بنزيفها من الأول. وده يرجعني لنقطة إن البنية التحتية للعلاقة بنية وبدأ على حاجة غلط، فما بني على باطل مش فاكرة باقي المثل. طيب احنا ولا هما؟ اي حاجه في الدنيا تفاعل بين شخصين، صداقه شخصين، حب شخصين. فلو الطرف التاني ما بيحاولش، طبيعي ان انت هتبرد، فخلاص بقى بالسلامه امشي. ف كان في برضو ثانيه واحده عشان حافظوها دي، ثانيه واحده. كان في دراسه في جامعه هارفارد طلعت سنه 2021. الدراسه دي بتقول إنه أكتر 4 أسباب لفقدان الشغف كانت كلها مرتبطة بتصرفات الطرف الآخر. فأنا بقولك إنه هم مش السبب ولا إحنا السبب، بس most of the time بيبقى هم السبب. أنا مش بقولك إن أنت ملاك برضه، يعني عشان خاطر ما تطلعنيش بقى بشجعك على الخطيئة والجو ده، بس طالما انت بتقدر اللي قدامك مرة و2 و3 وبتحاول وبتدي وكل الكلام ده، اصل لا مؤاخذة يعني ما فيش حاجة هتخلي غشاء الشغف يتشال غير لو اللي قدامك مصمم يعمل حاجة وحشة او يعمل حاجة غلط او يعمل حاجة يضايقك. لو هو كويس وبيتفاعل معاك وبيرد معاك على الشغف ده، الشغف عمره ما هيروح، حتى لو هيقل شوية هيقل ويرجع تاني. طيب حاجة من الحاجات اللي أنا بسأل نفسي فيها، إحنا ليه بنقفل فجأة؟ وهل هي بيبقى ليها مقدمات ولا لأ؟ طيب القفلة دي نتيجة، هي مش لحظة، هي نتيجة بتحصل على مدار وقت طويل من التجاهل ومن الزعل ومن الوجع ومن الغضب المكبوت. ففجأة بتحصل، إحنا بنبقى شايفين النتيجة اللي هي القفلة، بس مش شايفين بقى كل اللي حصل في الباك ستيج ده. فبنحس ان القفلة دي فجأة، بس هي مش فجأة، هي حاجات فضلت تتجمع مع بعضها زي البازل وطلعت لنا في الآخر القفلة دي. لحظة القفلة دي بتبقى موقف بسيط، تبقى عارف في مثل بيقول القشة التي قسمت ظهر البعير، هي دي. خلاص يعني حاجة بتبقى مثلا ممكن تبقى أتفه من التفاهة وخلاص أنا قررت إن أنا هتوكل على الله. طيب نعمل إيه وقتها؟ نعمل إيه لما نتقفل؟ اعترف بالمشكلة. دايما أساس حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجود مشكلة. هفضل أقول لك نفس الجملة دي هي و90 جملة أخواتها اللي جوه كل حلقة. اعترف بوجود مشكلة، ما تحاولش تزوق الحقيقة. فقدان الشغف مش خيانة. أنا فقدت الشغف، أنا مش قادر، أنا مش هيعرف، أنا مش هتنيل. مش بقولك تبقى وقح، بس ما تزوقش الموضوع. قيم العلاقة بعدها، هل في مساحة إن إحنا نرمم ولا خلاص الخرابة كبيرة؟ فلو الموضوع ده تمام نرمم مع بعض. وهل الشخص ده لسه بيساهم في سعادتك ولا لأ؟ لأنه في فرق ما بين انت شخص بيساهم في سعادتي، وبين انت شخص في حالك، وبين شخص انت وجودك بقى أذيني نفسيا ومطهقني في عيشتي. حاجة من الحلول برضه المواجهة. أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده بجد جملة جميلة قوي أنا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في حلقة المواجهة، في حلقة وش وش. لو العلاقة تستحق إن أنت اتكلم وقول، بس من غير هجوم. يعني الحل إن أنت تتكلم بدون هجوم، اسمح بالرحيل. يعني عادي، مش لازم كل حاجة أمسك فيها للآخر. لو الحاجة وصلت معاك إنه خلاص أنت استنزفت كل الطرق اللي تخليك فعلا ما تبقاش شايف نفسك بياع،
خلاص بالسلامة، انت عايز تمشي امشي، وانا عايزة امشي همشي، مش لازم اللي قدامي يمشي ويسيبني، ممكن انا اللي امشي مرة عادي يعني، لان انا فعلا مش مرتاح. آم، كان في جزء من الأجزاء اللي أنا كتبتها في السكريبت بتاع الحلقة بيقول الوقاية من فقدان الشغف، بس أنا لما كتبته ما اقتنعتش بيه. يعني أنا كنت كاتبة التواصل الصادق والتجديد المستمر والتعبير عن الامتنان والمساحة الشخصية وتحديد التوقعات، كل الكلام ده بالنسبة لي بلح. أنا ممكن أهتم بالكلام ده كله وفي الآخر برضو أفقد الشغف تجاه اللي قدامي. الحاجة الوحيدة اللي هفضل أتمسك بيها كوقاية من فقدان الشغف هي المساحة الشخصية. المساحة الشخصية يا جماعة، المساحة الشخصية دي حاجة مهمة جدا. كل واحد بيحتاج وقت لنفسه، فمش لازم نبقى كابسين على نفس بعض. حضرتك عايز تروح تعمل حاجة اتفضل، أنا عايزة أروح أعمل حاجة هتفضل، عايزة أعمل حاجة مع إنسان غيرك مش هقولك مش هعمل، لأنه ما هو يعني أنت مش ضميري، فيعني خلاص. فدايما بقول إن الوقاية الوحيدة لأي مشكلة في الدنيا ليها علاقة بالأفراد وبعضهم هي المساحة الشخصية. طول ما احنا ما بنتعداش على المساحة الشخصية بتاعت بعض هنفضل زي الفل. كتر السلام بيقل المعرفة. أنا مش بقول إن احنا نقطع مع بعض أو نحط حدود لبعض، ولكن ليك كل الصلاحيات ما عدا صلاحية الدخول في مساحتي الشخصية. وفي النهاية من وجهة نظري المتواضعة، فقدان الشغف مش نهاية حب، أوقات كتير بيكون بداية حب جديد لنفسك. ما تلومش، ما تتكلمش في لوم وعتاب، يعني ما تلومش نفسك لو قلبك خلاص برد تجاه حد. أوقات البرود ده بيحميك من نار كانت هتحرقك لو انت ما كنتش بردت. فما تكرهش اللي انت كنت بتحبهم، بس حب نفسك أكتر. يعني دايما بقول أنا بحب الناس كلها وبحب بطريقة ما أعتقدش إن في حد في الدنيا هيحب بنفس الهبل ده، ولكن أنا دايما بحب نفسي سنة صغيرة أكتر، مش ملحوظة، ومحدش عمره في الدنيا هيصدق إن أنا ممكن أحب نفسي أكتر منه، ولكن هي موجودة. ليه؟ عشان أحمي نفسي بيها. عشان أنا لو في حد في الدنيا حبيته أكتر من نفسي هيغرقني. دي حاجة أنا مؤمنة بيها. وصدق دايما إن اللي راح ساب في مكانه مساحة لنور تاني، بس النور مش لازم يجي من حد تاني، لازم يجي يعني مش لازم يجي من حد تاني، ممكن يجي من جواك. فحافظ على قلبك وعلى حب قلبك، واسمعه لما يقولك إن هو تعب، لأن اللي بيحافظ على قلبه عمره ما بيضيع. وإن شاء الله يا رب ربنا يكرمكم دايما بناس في حياتكم هي اللي تحافظ على قلوبكم، وهي اللي تحرص إنه الشغف ما بينكم ما يروحش. بس كده أعتقد ما عنديش أي كلام تاني أقوله. ويا رب يا رب عمر ما شغفكم ينقطع تجاه البودكاست، ولا أنا عمري شغفي ينقطع تاني تجاه البودكاست. يلا أشوفكم الحلقة الجاية.